النقطة الثانية، لما تستقل الصحراء الغربية تصبح دولة ولها مؤسساتها، وكل دولة تدخل هناك لتستثمر ستستثمر بشروط، يعني بنسبة 50-50 و49 51 على حسب الاتفاقيات الدولية. هذا الشيء ما يخدمش الشركات الفرنسية والإسبانية والأمريكية والبريطانية التي الآن تستثمر في تلك المنطقة بمقابل ماذا؟ 80-20 وأحيانا حتى 90-20 وأحيانا حتى بدون مقابل، مثل ما نراه في شواطئ الصحراء الغربية التي يستغلها الاتحاد الأوروبي من دون مقابل. واضح الفكرة أن استقلال الصحراء الغربية يخدم المغرب أكثر، أولا من ناحية أنه يصبح له الحق أن يطالب بالجزر المحتلة وسد ومليلية، ثم سيدخل إلى الصحراء الغربية بصفته مستثمر. لما أو الآن هو الآن يأخذ 10% من ماذا؟ من المؤسسات أو المشاريع التي يدخل فيها شريك مع أوروبا ومع أمريكا، ولكن لما تستقل الصحراء الغربية ستدخل الشركات المغربية إلى الصحراء الغربية كشريك. ما معنى كشريك؟ يعني تصبح النسبة 50-50. فكرة كيف؟ فاستقلال الصحراء الغربية أول واحد يخدم ماذا؟ الشعب المغربي، حيث ستكون العائدات أكبر، تمام، وحيث ستكون له مساحة قانونية قوية للمطالبة بسبتة ومليلية والجزر المحتلة. جزيل الشكر، السلام عليكم ورحمة الله.